الزغلول ده عنده فول بقاله اكتر من اسبوع، ما بيهضمش. لو سيبناه لحد ما يفضل كده ممكن يعفن ويموت. هقول لكم الحل بكل بساطه. الزغلول ده هضمه ضعيف قوي، ياكل الصبح وتيجي بالليل تلاقي الاكل زي ما هو فيه. هنخلي الزغلول النهارده ده يهضم وياكل مره واثنين وثلاثه كمان في اليوم. يا مساء الجمال على كل حبيبنا في كل مكان، اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن مهضم وفاتح للشهيه شديد قوي للحمام. عندنا زغلول زي ده في فول او في حبوب مش مهضومه بقالها فتره، هقول لكم ايه الحل بكل بساطه فيه. وعندنا مثلا كام زغلول زي دول انا اخترتهم. الزغاليل دي مثلا بناكلها الصبح مره، والمفروض اقل حاجه في الزغاليل ناكلها مرتين بس، نيجي بالليل نلاقي فيه الاكل زي ما هو وما هضمتش. او لو حتى عندنا حمامه كبيره وعايزينها تدوس في الاكل شويه ونخليها تهضم ومعدتها تشتغل بسرعه على اساس تبتدي تحول وتبتدي صحتها ترد، هنستخدم المنتج بتاع النهارده. انا اخترت كام زغلول، وما ننساش ان في زغاليل كتيره بيحصل لها مشاكل بسبب عسر الهضم ده. المنتج مش جديد لكن مهم وانا ما اتكلمش عنه قبل كده، فخليكم معانا وهقول لكم ازاي نفتح شهيه الزغاليل وازاي نخلي الهضم بتاعها سريع، اذا كان وبالنسبه للزغاليل وبالنسبه للكبير. خليكم معانا. انا النهارده اخترت السبع زغاليل دول. ده زغلول زي ما قلنا في فول، الفول مش هاضم، وعشان كده انا دايما كنت بقول ان احنا ما ناكلش فول كامل، ناكل فول الكسر او الفول المدشوش. بس برضه في مشكله في حمام ما بيرضاش ياكل الفول الكسر، او هو ربنا خلق الحمام بياكل الحبايه الكامله. فبالنسبه للحمام اللي ما بيرضاش ياكل الفول الكسر وبياكل الفول الكامله، فممكن نلاقي مشاكل بتحصل زي كده، ان هو الفول يقعد فتره كبيره لحد لدرجه ان هو ما يسود. انا ممكن احاول اطلع الفول تاني، بس الزغلول بيتعب. فبنجرب الحل الاسهل ده، بديله المنتج بتاع النهارده عشان خاطر وبيجيب معاه باذن الله نتيجه حلوه. وبالنسبه للكام زغلول دول اخترت الست زغاليل دول عشان خاطر الهضم بتاعهم يشتغل شويه، عشان يبتدوا يحولوا شويه وياكلوا معايا اسرع. الزغاليل اقل حاجه بتاكل مرتين، دول بياكلوا مره واحده في اليوم ومبيبقوش عايزين تاني. بس قبل ما نبدا النهارده بالمنتج اللي احنا هنستخدمه، انا بدي حاجه كده زي ما انتم عارفينها دايما، هدي فلاجيل النهارده يوم، وبعد كده هديهم 3 ايام من المنتج اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. الفلاجيل طبعا يعني زي ما يكون ايه بنعتبره كده حاجه اساس بالنسبه للزغاليل وبالنسبه للكبير كمان، عشان لو في بكتيريا ولا حاجه هدي بس فلاجيل مره واحده. بدي السن ده بديله مثلا سنتي، بدي سنتي لكل الزغاليل دي. وبعد كده بكره ابتدي اديهم المنتج بتاع النهارده اللي هو المهضم والفاتح الشهيه. ما ننساش برضو في حاجه عايز اقول لكم عليها بالنسبه لعسر الهضم دي. ساعات عسر الهضم ما بيبقاش طبيعي، يعني ما بيبقاش مثلا هو الهضم بتاعه قليل لا، بيبقى ساعات عسر الهضم جاي من امراض تنفسيه بالنسبه للزغاليل. فممكن نقعد نعالج وهو يكون عايز علاج تنفسي مش عايز مهضم وفاتح الشهيه، لان الزغلول شغال تمام في الهضم وكل حاجه، الا لما حاجه تعطل الهضم. تعطل الهضم لايه؟ بتبقى يحصل له مثلا حاجه تنفسيه ولا حاجه، اول ما تحصل له يبتدي الهضم يقف خالص. في الحاله دي مثلا لو كان زغلول زي اللي هوريه لكم ده، يعني لو كان بقى الزغلول ده النهارده لو كان عنده حاجه تنفسيه والفول ده قاعد فيه عشان خاطر هو مش يعني المرض التنفسي البرد ده مش عايز يخليه يهضم بسبب كده، ما كنتش هضطر النهارده كنتش هستخدم معاه المهضم والفتح الشهيه. لا، كنت اول حاجه هفكر اعملها ان انا هطلع الفول من الحصله، وكنت هديله بعد كده اي حبوب تكون ناعمه ما تكونش فيها حاجه صعبه الهضم، ويستحسن تبقى الحاجه لما شربوا ميه شربوا شويه ميه دافيه. ده النهارده. بكره باذن الله هوريكم بقى ايه المنتج. بعد ما رجعنا تاني، دي شكل الازازه بتاعت الدواء، هقول لكم اسمها دلوقتي. هنبتدي
نمسك كده زغلول زغلول برضو كل يوم هندي لمدة 3 أيام، هندي كل يوم سنتي، كل يوم سنتي لكل الزغاليل دي. في خلال يعني من أول استخدام مرة أو 2 هتلاقوا فيه نتيجة هايلة قوي زي ما انتم شايفين ببساطة. برضو الهضم لما يبقى ماشي كويس يخلي الزغلول وزنه يبقى كويس، لكن الهضم ضعيف يعني هو بياكل مرة واحدة في اليوم ويستنى على كده وخلاص يعني بيستكفى، فهو ايه اللي هيخليه يزيد؟ وانا بالنسبة للزغاليل سواء حتى لو ما كانش حمام تقيل فانا محتاج ان وزنه يبقى كويس، حتى لو كان اي نوع محتاج وزنه كويس، لان الوزن الكويس بيؤشر للمناعة والصحة الكويسة. لكن دايما حاجة حجمها ضعيف صدرها مشقوف هتبقى دايما نلاقي فيها تظهر فيها مشاكل كتير اوي. كده بعد ما خلصناهم بكل بساطة وسرعة خلصنا ال7 زغاليل اللي معانا، كل واحد ادينا له سنتي من المنتج ده اللي هو اسمه ده، بصوا اسمه دايجو نورم، دايجو نورم. هكتبه برضو على الفيديو بسيبه في صندوق الوصف عشان خاطر برضو اللي حابب يرجع الاسم. ده من صيدلية بشرية، دايجو نورم، مهضم وفاتح للشهية. بنستخدمه الحمام من زمان قوي، يمكن انا ما اتكلمش عنه قبل كده، وبحس ان انا لما باجي استخدم حاجه وما قلتهاش في فيديو قبل كده بقول لازم نعرفها للناس، وخصوصا الناس المبتدئين اللي هم يعني بتقابلهم مشاكل ممكن تكون بسيطه، زي مثلا الفول لما بيقعد في الزغاليل. وعايز اقول لكم ان في مشاكل كتير قوي مش عايزين نقول لا قدر الله في زغاليل بتموت بسبب ان احنا ما نعرفش منتج زي ده، حاجه ما بتهضمش واحنا مش فاهمينها. وخصوصا كمان ان هو يعني هو مش غالي، ده رقم واحد، ومش بعيد عننا في الصيدليات البشريه موجوده جنب كل واحد. وبعدين هو من غير امراض ولا اي حاجه بيفيد الزغاليل، وبالنسبه للناس اللي بتربي عشان خاطر تبيع زغاليل لحم فبيفرق معاها قوي. يعني انا لما اجي عند عمر مثلا 20 يوم ولا حاجه وادي مثلا سنتي لمده 3 ايام في ده، فلو 10 ايام ولا حاجه لحد البيع بيكون فرق معانا الوزن كويس قوي. وبعدين برضو اللي بالنسبه للحمام كبير لو حاسين ان احنا نهضمه ضعيف ندي برضو هو الجرعه بتاعته سنتي بين اول السن اللي احنا شفناه ده لحد الكبير، سنتي لمده 3 ايام. لو حد طبعا حابب يدي زغلول اصغر شويه، يعني اللي هو الزغاليل اللي هو يعني هو السن ده الزغلول ده صغير، بس انا بديته سنتي عشان هو حجمه كويس. لو اصغر شويه ممكن ندي نص سنتي مفيش مشاكل، بس احنا بنحاول ندي الجرعه سنتي حتى لو كان زغلول، عشان خاطر احنا بنبقى في حاجه زي مثلا الفول ولا حاجه محتاجين انه يتهضم، فبنحتاج ان احنا ندي جرعه يعني زي ما تكون مكثفه. بس بيفرق قوي في صحه الزغاليل وفي يعني وفي حالة اعماق وفي وزنها وفي الحجم وفي الشكل العام عامه. نلاقي الوزن الزغلول واقف بعد كده شكله مظبوط طالما بياكل كويس وداس في الاكل. حتى بعدين لما بيرجع يتفطم، لما بتبقى شقيته مظبوطه، لما بنفطم بنلاقيه هو بقى دايس في الاكل كويس قوي، وما يعني مش اللي هو ما بيتدلعش، فطبعا بيفضل محافظ على وزنه. بعدين برضو في نقطه تاني، بالنسبه لو في حمامه عندنا مشقوفه او مسيفه وديناها فلاجيل وحبينا ان هي تجيب معاها نتيجه بسرعه، ممكن نديها الدايجونورم عشان خاطر ترجع تاكل بسرعه وتبتدي تعوض. كده احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ما ننساش اللايك عشان الفايدة تعم، واستنونا بإذن الله في فيديو جديد.